قال الرسول: أين بلال؟ بلال ورا مسكين. فجاء بلال قال: تعال ادخل فصلي معي في الكعبة. ودخل بلال وصلى معه. طلع بلال مستحي، فلما أراد أن يخرج قال: تعال يا بلال اصعد على ظهر الكعبة، خل أبو سفيان يشوف. هذا المعنى. فصعد، قيل أنه صعد على كتف أبو بكر وعمر حتى ارتفع. فلما صعد ناظر فيه الرسول قال: يا بلال والله الذي لا إله غيره إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها، أذن يا بلال. قال العباس. أبو سفيان قال: أترى محمد لو ذهبت إليه يقبلني مسلما في دينه؟ تغيرت الأوضاع. قال: نعم يقبلك. قال: كيف يقبلني وقد قتلت أصحابه وطردته من دياره وقلت فيه الأقاويل؟ قال: اذهب إليه فإذا وقفت أمامه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قالوا: ايش قالوا إخوة يوسف؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. تقدم أبو سفيان مستحي، ما متردد، ما يدري يقبله ولا لا. قال: فجئت عن يمينه فصد، فجئت عن شماله فصد، فالتفت على الجبل عن الصفا فإذا بالعباس واقف يقول له كلمة يعني ويشير بيده. قال: يا محمد تالله